السؤال الثاني. نعم. يا شيخ لو واحد سألني إيه. بحرمة الموسيقى إيه. أو حرمة الغناء، أنت ذكرت أكثر من دليل قاطع. لو سألني كان يقول هذه الحديث ليست أو غير مشكوك فيها، فماذا أرد عليه يا حرمة الغناء؟ نعم. إيه، أحاديثها كلها ضعيفة. لا، أحاديثك اللي ذكرت أنت إنها صحيحة، لو واحد سألني يكون هذه ما لها. أنا ما أي دليل ذكرت إنها أحاديث. صحيحة. أنا ما لا ذكرت. لا، بجواز الغناء أنت ذكرت حديث. ما لا، وين جواز الغناء؟ هم اللي يحرم التحريم يحتاج إلى دليل أم الإباحة؟ فرض أنا ما عندي أحاديث. نعم أكيد التحريم. خلاص يحتاج خلاص، دليل. أعطني التحريم، أعطني أحاديث. لا، أنا أقول أنت حللت وأنا عتبت، أنا قلدك يا شيخ صراحة. اسمع، أنت ذكرت. بنصحك. نعم. اسمع، هو مثلا يملك أدلة. طبعا أدلة من قال بتحريم الموسيقى كلها ضعيفة، كلها ما يوجد حديث في تحريم الموسيقى صحيح، كلها ضعيفة، كلها. علمت؟ خذ مني. نعم. كلها ضعيفة. لو قال لك أوكي هو يقول تحريم الموسيقى الأدلة فيها ضعيفة، يعطينا دليل أن الموسيقى حلال، صح؟ صح. زين، من الذي يعطي الدليل؟ اللي يحرم ولا يحلل؟ الأصل في الأشياء اللي يحرم أكيد. اللي يحرم. فهو أنت تعطيني اللي يحرم، يعطيني دليل، مو اللي يحلل. زين، أعطيني دليل. اسمع، إنه البيبسي حلال. أكيد لا. ليه؟ أعطينا دليل. الأصل في الأشياء الإباحة. أعطينا صح. دليل إنه سنيكرز حلال. ها؟ عندك دليل؟ لا طبعا. أعطنا دليل إن والله السيارة بالنص حلال. أعطنا دليل إن والله الجاكوزي حلال. معك دليل؟ لهذا عندنا قاعدة، الأصل إن الشيء حلال إلا إذا عندنا نص يصبح حرام. فاللي يقول الموسيقى حرام نقول له تعال، الحديث اللي تستدل لها ضعيفة ترى ما تصلح. فيقول أنت أعطينا دليل بالجواز، نقول ما أعطيك دليل، أنت تحرم أعطيني دليل. علمت؟ نعم. علم 100%. علم 100%. إيه. الله يحفظك يا شو دكتور بعد وسيم. عندك دليل سيدي؟ لا بس ابن عباس هذا أو الذي ذكر حلف إنه الغناء. ايه، انه أنا بس عندي ومن سؤال الناس جداً من مهم يا يشتري دكتور. لهو الحديث ليضل عن سبيل نعم. الله. قال ابن عباس الغناء، صح؟ نعم. أنا عندي سؤال جدا مهم. إيه. وما حد سألك إياه أتوقع. ايه، مع الله ايه؟ ذكر ليضل عن ما حد سألك إياه أنا أتوقع. ايه، ليضل عن كي يضل عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله. في أغاني ما تضل عن سبيل الله. ها؟ بالضبط. ولا لا، في هنا ايه، الله عز وجل جعل التحريم لأسباب. أولا يشتري ولهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها ايه؟ هزوة. إذا 3 أسباب. أول شيء أنا أشتري، صح؟ ثانيا إيه؟ أضل عن سبيل الله. ثالثا أتخذها هزوة. زين، يمكن أنا أسمع أغنية طرب. صح. ولهو الحديث من قال أنه الغناء؟ ابن عباس. هل ابن عباس مشرع؟ صح. سبب النزول أصلا مختلف عنها. سبب النزول أصلا اختلفوا فيه. أحسنت. سبب النزول عن كتب فارس ليس عن الغناء. فرضا ليس الشعر له حديث؟ نعم له حديث. له حديث. لماذا قيدته بالغناء؟ لماذا الله ما قال الغناء؟ قال له الحديث لأنه يدخل فيه كل شيء، لكن إذا ضل عن سبيل الله يصبح حراما. بمعنى لو أنا أقول شعر له حديث، لو أضلني عن سبيل الله ماذا يصبح؟ حرام. إذا العبرة إذا أضل عن سبيل الله، وليس العبرة باللهو. وإلا عندنا لعب الورق له، صح؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفرس له، صح؟ رمي الأسهم، السباحة له، كلها له. طالما لا يوجد أن أضل عن سبيل الله فالأصل في الأشياء الإباحة. فالله عز وجل اشترط في تحريم اللهو هو ليضل عن سبيل الله، وهنا لام التعليل أي لكي يضل عن سبيل الله. علمت؟ علمت. واضح؟ أشكرك يا دكتور وسيم، اعتبرني ابنك. أنت أخوي. أنا عمري 18 سنة واعتبرك أبي. بيني وبينك 20 سنة. اي نعم. يا بعد قلب، الله يعطيك طول العمر. يا مرحبا. آمين. يلا. سلام.